السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مباراة الهلال والترجي التونسي. طبعا الهلال يودع أبطال إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد من الترجي التونسي. نقول هارلك للهلال وجمهور الهلال. مبروك للترجي التونسي. بصراحة يعني مباراة كانت من طرف واحد، يعني الترجي التونسي قدم كل الأداء الممكن للحصول على الثلاثة نقاط والحصول على بطاقة التأهل، ولكن الهلال العكس كمان. الهلال ما في ردة فعل، الهلال ما في تقدم في الأداء، ما في تحسن من مباراة لمباراة، خاصة بعد المعسكر العملي في السعودية. يعني 6 مباريات العمل في السعودية كانت ادتنا دافع وحافز على أساس إنه الفريق جاهز، على أساس إنه يحاول التنافس في بطولة أبطال إفريقيا. ولكن الهلال ظهر بأداء باهت وأداء أكتر من سيء، خاصة في المباراتين، المباراة اللي فاتت والمباراة بتاعة الترجي. طبعا الترجي فريق جاهز، فريق كبير معروف في أفريقيا. الترجي يعني معاه لعيبة محترفين ومعاه مدرب أكتر من رائع، قدر ينظم مجموعة أكتر من رائعة، قدر إنه يدخل بها على حساب الهلال. طبعا الهلال هنا اللعيبة طبعا ما كانوا في المستوى، ما كانوا في الأداء، خاصة أنا نتكلم عن أنت فريق دار تدخل أو فريق دار تنافس على البطولة، لازم يكون وسط ملعبك يعني وسط فعال، وسط مهاري، وسط حيوي، يقدر يعني يخرج الكورة بذكاء، يقدر يستحوذ على الكورة، يقدر يمرر الكورة للمهاجمين بطريقة يعني سلسة عشان المهاجمين يقدروا يستغلها. ولكن ده ما شفناه في الهلال، خاصة أبو عاقلة وبوجبا. أبو عاقلة وبوجبا طبعا التقيلين في الحركة، يعني اللاعب الوسط لازم يكون حيوي، لازم يكون حركي يعني ولازم يتميز بالمهارة باللف والدوران. يعني انت لاعب وسط ما بتقدر تلف يعني حول نفسك كده، تلف بالكورة وتدور، تقدر تصنع مهارة لنفسك وتكون بتستعمل الرجلين طبعا اليمين والشمال تكون بنفس الأداء. ده ما عندنا في الهلال يعني. في الهلال ما فوق صانع لعب، حتى ابو عقل وبوجبا يعني حتى في الارتكاز ما اللعيبه الحيويين دولك، اللعيبه اللي بيقدروا يسرعوا الريتم ويبطئوا الريتم، ما عندهم الحركه دي، ما عندهم الكلام ده، ما بيصنعوا لك الفارق. الهلال يعني على المستوى الدفاعي كويس، على المستوى الهجومي كويس، مستوى الاجنحه كويس، كذلك في الوسط كويس. ولكن في الوسط مشكلتنا في الوسط، احنا محتاجين 3 أو لاعبين على الاقل في الوسط. واحد يكون رقم 10 مهاري بيستعمل اقدامه اليمين والشمال على اساس انه يقدر يحرك الكوره بطريقه سلسه. واحد يكون مهاري في الوسط يعني وصاحب بنية جسمانية عشان يقدر يستحوذ على الكورة ويقدر يوزع الباصات للعيبة القريبة على أساس إنه يطلع بالكورة بطريقة سليمة. ولكن ده في الهلال ما موجود. يعني الهلال من كل الخانات مكتمل ما عدا الوسط. يعني لازم الإدارة بتاعت الهلال والناس الغايمين على مشروع الهلال يسجلوا لنا لاعبين في الوسط، خاصة إذا كانوا لعيبة أجانب. أنا نتمنى الهلال يعني يحاول يسجل لنا لاعبين، واحد صانع لعب، واحد ارتكاز، على أساس إنه أو محور، نقول محور وصانع لعب. يعني صانع لعب يكون مهاري بيلعب بالرجلين، يعني اليمين والشمال تكون فعالات نفس الأداء، ده على أساس إنه يصنع لنا الفارق في المنظومة دي. ولكن المدرب فورلان كون منظومة أكتر من رائعة، خاصة الناس بتتكلم عن المدرب وعن لمساته. المدرب بصراحة مكون مجموعة أكتر من رائعة، ولكن الفعالية في الوسط، فعالية في الوسط الكاتل الريتم بتاع الوسطي هو أبو عقلة وبوجبا. هم بيقدروا يستخلصوا الكورة، ولكن تقيلين في الحركة. يعني انت لاعب في الوسط ده لازم تكون حركتك سريعة، لازم تكون صاحب نظرة، صاحب موهبة، يعني حسك الفكري يكون جاهز دايما، يعني تقدر تمر الكورة، تقدر تطلع بالكورة. الكلام ده ما شفناه ولا في مباراة بيترو اتلتيكو ولا شفناه في مباراة الترجي اليوم. يعني ده الخسارة الوحيدة اللي في الهلال ما موجودة. يعني الهلال من حيث الدفاع يعني اللعيبة قدموا هذا أكتر من رائع، والأجنحة كذلك. حتى في الهجوم يعني عندنا في الهجوم الكل بيعرف، يعني محمد عبد الرحمن وياسر مزمل لعيبة مهارين، وكذلك اللعيبة الأجانب كذلك لعيبة مهارين، ولكن صانع اللعب ما في وصل لهم الكورة. ده ما أدى إلى خروج الهلال من هذه البطولة. طبعا الهلال بنقصف خاصة في الوسط، الفعالية دي ما موجودة، ولازم الهلال يحاول يسجل له 2 لاعبين بتاعين وسط، واحد محور وواحد صانع اللعب، على اساس ان المنظومة تكتمل. ولكن المدرب قايم بأداء أكتر من رائع، بالرغم ان الناس بتتكلم في المدرب على اساس انه يعني ما حاضر وشارك في المباريات الرسمية.
ولكن المدرب يعني مقدم اداء اكتر من رائع، خاصة في ظروفنا الممر بادي. قدر انه يعني يكون كتلة مع الفريق وقدر يعني يقدم اداء اكتر من رائع، ولكن تنقص الفعالية. الفعالية دي طبعا ما من المدرب يا جماعة، الفعالية دي من اللعيبة اللي بيصنعوا الفارق. يعني انت ما عندك لاعب بيصنع الفارق بيسجل لك جول، اكيد ما في لاعب بيسجل لك جول الا بصناعه الفارق. صناعه الفارق دي وين؟ في الوسط. عندنا في الاجنحه الناس دي بتوصل الكوره للوسط، ولكن في الوسط ما في زول بيحرك الكوره، ما في زول بيقدر يسرع الريتم ويبطل الريتم، ما في زول بيتحكم في الريتم بتاع الهلال يعني لتسيير المباراه. انت لو دارت تسير مباراه، الكوره الحديثه دي شفناها، لو بتشاهدوا كوره افريقيه وكوره اوروبيه يعني على المستوى الاوروبي كله يعني، بقول لك المعركة بتاعت المباريات الكبيرة دي بيحسمها لعيبة الوسط. لعيبة الوسط دي لازم يكون عندك اتنين لعيبة مهاريين وعندهم لياقة عالية وعندهم الحس الفكري بتاع انه تحس لاعبك ده بيطلع بيتين بينزل بيتين. التفاهم يعني التفاهم بين اللعيبة، وخاصة صانع اللعب يقدر يفهم المهاجم بيطلع بيتين بينزل بيتين. بس يعني الخروج بتاع محمد عبد الرحمن وياسر مزمل ده لعيبة سريعين ومهاريين، ولكن يفقدوا للاعب صانع اللعب اللي يقدر يمر لهم الكوره ويفهم. وده ما موجود عندنا لا في بوجبا ولا في ابو عقله. بوجبا وابو عقله على المستوى يعني المحلي في الدوري الممتاز ممكن يقدموا لك اداء، ولكن في وقت نلعب في ابطال افريقيا صعب شديد يقدموا لك الاداء، لانه هنا اللعيبه يعني دار الريتم اسرع، هنا اللعيبه دار التكيف مع بعضها يكون بطريقه اكتر من ممتازه، على اساس انه اللعيبه توصل للمراد، على اساس انه اللعيبه تقدر تحرز الاهداف وتحقق الانجازات. وده ما موجود خاصه في وسط الملعب يعني. المباراه بتاعت الهلال الاثنين اذا كانت بدر اتلتيكو او مباراه الترجي اليوم، العله في الوسط بس. يعني الهلال مكتمل من حيث الدفاع، من حيث الهجوم، حتى الحارس يعني كويس، بالرغم انه الهدف بتاع الهدف اللي حرزه الترجي ده كان يعني فوق سوء تغطية من الحارس وكذلك من الدفاع، ولكن في النهاية دي بتحصل في كرة القدم. ولكن المشكلة الأساسية للهلال هي الوسط كان يا أبو عقلة وبوجبا. أبو عقلة وبوجبا تقيلين شديد يعني. زول المتابع للكرة السودانية، أنا حق السودانيين يعني، دي نصيحة أنا أقولها بصراحة كده، الناس دول تقيلين في الحركة. يعني انت تقيل في الحركة ما بتقدر تساعد الفريق، على اساس انه انت شايف في لعبة الترجي ده اللعيبة حيويين كيف بيقدروا، واحد بيقدر يلعب معاك في الوسط اول حاجة في الثنائيات ما بتقدر تستخلص منهم الكورة، كذلك مهاريين في التحرك بالكورة وذكيين في الباص الوان توتش، يعني واحد قريب للتاني. يعني احنا هنا بعيدين كل البعد بين ابو عقل وبين بوجبا، ده السبب الرئيسي على اساس انه الهلال يعني ما قدر يتقدم في هذه البطولة. ولكن نتمنى للهلال حظ اوفر في البطولات القادمة، على اساس انه يسجل لنا اثنين لاعب، واحد محور وواحد صانع لعب، على اساس انه الفريق يكون مكتمل يكون فعال، على اساس انه في الموسم القادم يقدم لنا اداء اكثر من رائع. ولكن فورلان مقدم اداء اكثر من رائع مع اللعيبه ومنسجمين وادام كويس، ولكن تنقصنا الفاعليه في الوسط. ودي ان شاء الله القايمين على الامر بتاع التطور وبتاع التسجيلات بالنسبه للصفقات للهلال يقدروا يحلوا لنا المشكله دي، يقدروا يتعاقدوا لنا مع لعيبه بتاع وسط فعالين وصناع لعب، على اساس انه الهلال يكون مكتمل ويقدم لنا كرة اكتر من رائع. ده ما يخص مباراة الهلال والترجي التونسي. طبعا نقول الف مبروك للترجي التونسي، قدم اداء اكتر من رائع ويستحق التأهل مع بدر اتلتيكو، ادائهم كان اكتر من رائع ويستحقون. نقول هارلك للهلال ولشعب الهلال. ده ما يخص الهلال والترجي التونسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.